من 2018 وانا دخلت كل الافلام المصريه بدون استثناء، والفيلم ده هو اكتر فيلم كوميدي كانت تجربته حلوه بالنسبه لي بفرق مش قليل عن اللي بعده اللي هو وقفه رجاله. فيا ترى هو ليه حلو وايه اسباب نجاحه؟ ده اللي هنتكلم عنه في حلقه النهارده. خلينا ما اطولش عليكم ويلا بينا نتكلم عن الفيلم. بيبدأ الفيلم بشخصية يحيى وهو في انترفيو، والفيلم بيبني أول قاعدة من قواعد الكوميديا وهي التضاد، وبيجي انسرتات من شغله في شركات قبل كده عكس كلامه ده، طبعا مع خفة دم عصام عمر وكتابة محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، فالموضوع خارج بشكل حلو، رغم إن تقديمة الشخصية فيها اكسبوزيشن كبير جدا وبيشرح الشخصيه بشكل مباشر، لكنه ذكي ومتسق مع الفيلم، لاننا عرفنا ان يحيى فهلاوي مش بتاع شغل وعايز ياخد فلوس وخلاص. ففكره ان هو يبقى في انترفيو او بيدور على شغل ده منطقي جدا، لان مفيش شركه هتستحمل حد زي كده. في نفس المقابله لما بيقولوا له ان المرتب 10000 جنيه بيبقى في رمي على سعر الدولار وانه عمال يغلى، ودي ممكن تاخدها ان هي سخريه مجتمعيه او كوميديا سوداء. الشاهد في الامر هو جرأة عمر المهندس في اختيار فكره الانسرتات الكتير، ده خلى الريتم سريع جدا وخلى المشاهد مهيأ للضحك، وبنخلص من يحيى وبنروح لسليم، وبرضه باكسبوزيشن في شيء من الاستسهال بصراحه. بنعرف ان هو مصمم العاب لما خطيبته بتساله عن البرزنتيشن المفروض رايحها بعد نص ساعه، اللي الطبيعي انها تكون بتوصله المكان ده لانها معاه في العربيه دلوقتي ومفيش وقت. المهم بيشدوا مع بعض فبتنزله من العربيه لما بيقول لها ان هي ما بتعرفش تسوق، وبيحصل فلاش باك لذيذ وهي بتزعله عشان نعرف هم عرفوا بعض ازاي، وبيطلع انه بطريقه تقليديه جدا هو عن طريق كشكول المحاضرات في الجامعه. لكن بعد ما بتنزله بتعتذر له وبيركب تاني في نفس اللحظه. بنرجع ليحيى بنلاقي ان هو كان هيتقفش في شغله الجديد وهو بيحاشش في البريك، فبيكنف السيجاره في بقه عشان زميلته ما تشوفهاش. الحمد لله بيعدي الموضوع على خير، وبيخش المكتب بيلاقي ان مديره شخص غريب جدا، معرفش هو ده ود ولا عبط ولا ايه، بس عاجبني الكاركتر ده. ومن كتر ودادته اول ما بينادي على يحيى بيعمل ان هو جاله تليفون عشان يسيبه يمشي، لكنه بيستناه وبيفضل يحكي له على يومه وهو كان مع مين، وبيعزمه ان هو يروح معاهم جلامبو بعد الشغل. لكن يحيى بيقول له ان هو عنده حاله وفاه وبيخلع منه. وفي انترفيو سليم الراجل بيهينهم وبيتريق على لعبتهم المستوحاه من العاب التسعينات، وهنا بحس ان في مشكله في التايم لاين، لاننا كنا بادئين بيحيى وهو بيعمل الانترفيو، وعلى التوازي الناحيه الثانيه المفروض سليم كان يعمل برزنتيشن، ده كان الصبح وده كان بالليل، فتمام ممكن ان هو يكون في نفس اليوم عادي. لكن الفكره ان احنا بنرجع ليحيى بنلاقيه شغال فعلا في ظل ما سليم لسه ما عملش البرزنتيشن بتاعته اللي هي كانت كمان نص ساعه يعني. فده ملوش غير تفسير واحد، وهو ان اول ما يحيى اتقابل راحوا مدخلينه على الشغل على طول. المهم اول ما سليم بيخرج بيجي له تليفون من محامي فبيروح له، وبعد شويه بيلاقي يحيى داخل عليه، وبيبان ان هو في بينهم عداوه محدش يعرف عنها حاجه. المهم المحامي بيطلع تبع عمهم اللي مات واللي برضه كان واكل ورثهم، فبيقول لهم ان هو ساب لهم ورث 15 مليون جنيه، وهم نازلين من عند المحامي يحيى بينكش سليم وبيتخانقوا سوا، وغالبا عشان بيغير منه من المقارنات اللي كانت دايما بينهم في العيله. وبعد ما بينزلوا سليم بيروح لخطيبته ويخليها تاخد له ميعاد من ابوها، ويحيى بيهزق المدير وبيقول ان هو ماشي ومش هيجي تاني. لكن لما بيروحوا البنك عشان يفتحوا الخزنه اللي عمهم قال لهم عليها بيطلع فيها جواب، وبيبقى قايل لهم ان هم يطلعوا على عنوان جراج ويحركوا العفش من مكانه ويبصوا تحت وما ياخدوش اي حاجه تانية. فبيروحوا المكان فعلا وبيلاقوا عربيه فيها عفش، ولما بيدوروا بيلاقوا صندوق فيه بضاعه او السيكو سيكو. وبعد لما بيلبسوا اللبسه دي يحيى بيحاول ان هو يرجع الشغل لكن ما بينفعش، وسليم بيروح يقابل ابو خطيبته وهو خالي الوفاض، فكان بيحقق معاه وما كانش مرتاح له. ولما بيجي له مكالمه سليم بيسال خطيبته هو لواء ايه، فبيطلع لواء في المكافحه، فبيتزنق وبيطلب يخش الحمام، وسياده اللواء بيروح وراه وبيقول له ان هو شاكك فيه، وبيهدده ان هو لو طلع بيشتغل البيت هيزعله، في ظل في صوتي رهيب هو تقطيع المايه كدلاله على الخوف يعني وكده. ده غير هو بيقول له عايزك توريني حبك ليها. خلينا نقف هنا شويه نتكلم عن باسم سمره. انا بحب الراجل ده جدا، بس مؤخرا ابتدى يبقى ليه الشويتين بتوعه، اللي هو احنا هنجيبه هيعمل دور باسم سمره اللي احنا عارفينه عادي ويتكل على الله. فعجبني في الفيلم ده تكشيمه وشه من غير افوره، اغلب كلامه منطقي وهو خايف على بنته، فهو مش فيلم بس بشكل ما بيشكل تهديد على يحيى وسليم. المهم الحياه بتتكهرب بسليم لما بيروح بيته وبيلاقوا اصحابه بيطردوه عشان ما بيدفعش، فبينزل ينام في العربيه، والصبح بيروح هو ويحيى عند المحامي تاني، ويحيى بيرمي جمله معناها ان هم هيبيعوا البضاعه. لما سليم بيعترض يحيى بيقول ان هم يعملوا الموضوع ده مره واحده ويخلوا حد يشيل الكميه كلها، فسليم بيقول له الناس اللي ممكن تتاذي، واللي هو بص الناس عامله زي هم مأذيين خلقه اصلا. ماشي ما هم مأذيين خلقه فمش لازم نكمل عليهم يعني. وبيكمل يحيى يقنع سليم بانه بيعرض له صعوباته وحياته اللي ممكن تتدمر لو ما عملوش كده، في ظل عرض المشاكل الشباب من حيث الشغل وصعوبه الجواز والاضطرار للشمال. وبصراحه ده حقيقي جدا، انا بشوف ان اصل اغلب المشاكل المجتمعيه هي الفقر. يعني مثلا لو شخص مرتاح ايه اللي هيخليه يسرق يختلس او يتاجر في الممنوعات؟ طبعا ده مش تبرير، احنا كلنا تقريبا مزنوقين في الحته دي وما بنعملش كده الحمد لله. بس ماذا لو حد ظروفه اصعب ونفسه اضعف؟ وعايزك تركز في كلامي وكلام كل واحد فيهم دلوقتي لان ده جزء من البناء والتحول الدرامي بعدين. المهم سليم بيقبل وبيقول لي يحيى ان حمالي هو في المكافحه، فيحيى بيخاف وبيعوز يخلع منه، لكن سرعان ما بينزلوا سوا للديلر بتاع يحيى عشان يحاول يبيع له البيعه كلها. فبيروح لتاكس وعلي صبحي الصراحه عامل الدور ده حلو جدا، وبشكل عام هو ليه مستقبل كبير، وبيحصل مفارقات حلوه في المشهد ده بسبب التضاد برضه. فمثلا سليم بيقول لتاكس نقعد في مكان اهدى، فبيقول له لا هنا امان،
كل واحد على القهوه بيقول سعره. اختصارا ان الفيلم كله مبني على التضاد، من اول تضاد الشخصيات بين سليم ويحيى، وان كل واحد شايف الدنيا بنظره مختلفه وقناعات بعيده عن التاني. فغير كل الخناقات وسيطره يحيى النسبيه، هتلاقي في فرضيات بتحصل. اولها مثلا ان سليم المؤدب المحترم يروح الدايره بتاعت يحيى، فيبتدوا يتصدم ويتفاعل مع المجتمع الجديد اللي هو اضطر يدخل فيه، فينتج عن ده ردود افعال وافيهات لفظيه في اطار الكوميديا الموقف اللي احنا اوريدي فيه دلوقتي. المهم لما بيوزنوا الحاجه وبيتمنوها بتطلع ب 17 مليون جنيه، وفي المغامره دي بيبدا لاف هيت ريليشن شيب بينهم، وده بيوضح لما يحيى بيعزم على سليم يبات عنده بدل العربيه. لما بيروح شقته بيبص من البلكونه، وفي نقد واقعي بنلاقي ان الشقه بتطل على محور صف، والله في شقه في المكان ده البلكونه فوق السور بالظبط، مش قريبه منه، لا الناس فعليا قاعده على الكوبري. فحاجه كويسه انك تستمد كوميديتك السوداء من واقعك المرير يعني. المهم يحيى بيفرج سليم على الشقه، وبيبقى فيه كوبس بيكهرب، وده مهم جدا لقدام. وبيجي مشهد اخوي كده لما بيخش يناموا على سرير بدورين، وكل واحد فيهم بيبدا يحكي احلامه، لحد ما يحيى بيقلب على سليم تاني ويقول له نام. فبيجي لحظات من الاوكورد سايلنس، وفجاه بيتطربق السرير على بعضه. والحقيقه ده اكتر مشهد ضحكني في الفيلم كله، اولا لانه معمول حلو جدا، فتلاقيهم بيتكلموا عادي كلام متوقع بعد ما عرفوا سعر البضاعه، وفي نفس الوقت فكره ان يحيى رخم، فان السرير يقع عليه ده يعتبر عقاب، فانت مش تبقى متضايق ان هو وقع عليه عادي يعني. ده غير كده التايمنج الممتاز، وعمر المهندس صايع ان هو جاب الكادر ده اكتر من مره، فانت مش مدي اخوانا ان حاجه جديده هتحصل. فحلاوه الافيه كانت في مفاجئته. المهم تاني يوم بيروح بالبضاعه مع تاكسي لابو غالي عشان يبيعوها له، لكن ابو غالي بيهتهم وبيبقى عايز يبرشط على البضاعه، لكن يحيى بيتملك اعصابه وبيقول ان رجالته بره، فبيجيب ورا، وبعد ما بيشوف العينه بيوافق يشيل الكميه كلها. لكن فجاه بيهجم عليه ناس مترصدين له وبيضربوا عليهم نار، والمخزن بيولع، فكل المزروعات اللي بتعمل دماغ بتتحرق، فبتطلع الدخان بتاعها، فبالتالي كل اللي في المخزن بيتسطلوا، بما فيهم ابو غالي، رجالته، تاكس، وحتى سليم ويحيى. هو المشهد حلو لكنه مكرر نسبيا. المهم لما بيطلعوا بيبقى فينا درجيه تبع الناس اللي هجمت على المخزن، ونتيجه لسطلان الاتنين بيضحكوا والدنيا بتمشي. بصراحه المشهد ما عجبنيش وما ضحكنيش، وكان فيه قدر كبير جدا من السذاجه، بس الحق يتقال القاعه كانت بتتشقلب ضحك في المشهد ده. المهم بيروحوا البيت، ولما سليم بيطلب اكل بيجيله فكره ابلكيشن يبيعوا من خلالها سيكو سيكو قطاعي، فبيروح ليحيى شركته وبيقول له على الموضوع، واللي هو انه هيكون عباره عن لعبه لكن فيها حاجات بتتباع، فالشخص يدخل يكتب عنوانه ويدفع اونلاين، والدليفري يودي له طلبه ويسيبه له في مكان ما، وهو يروح ياخده. في المقابل الفلوس تدفع بالكريبتو عشان يبقى صعب تتبعها وتتحول من بره مصر وتخش بصفه رسميه كاوفر برايس او غيره. بس بيقف قصادهم مشكله، وهي المكان اللي هيعملوا فيه الحوار ده. فيحيى بيقرر ان هو يعمل كده في الشركه اللي شغال فيها بالليل، لان ساعتها ما بيكونش فيها اي حد، فبيستنى لحد ما صاحبه الشركه تثق فيه عشان يعمل كده باريحيه. وهو في خلل هنا الحقيقه، وهو ان المفروض يحيى استقال من الشغل ده اصلا، والراجل ما رضيش يرجعه، فهو ازاي شغال في الشركه دلوقتي. المهم بيروح التاكسي وبتبدا رحله الماجنيفيسنت 7 او تجميع التيم. فسليم بيجيب المبرمجين صحابه، وبيروح يجيبوا مؤمن هولندا كسكيورتي، وصايع ان هم عملوا جامب كات وهو بيتكلم زي فيديوهاته. انا بحب مؤمن الحناوي جدا بصراحه، فمبسوط ان هو ابتدى يحط رجله في التمثيل. وبيروحوا الخميس صاحب تاكسي يجيب لهم طيارين دليفري، وبيجيبوا راجل ياباني بثلاث عيون عشان يراقب الكاميرات، وبيروحوا لام تاكسي وخالته عشان يقطعوا ويكيسوا، وبيبداوا مرحله التسويق للابلكيشن بالورد اوف ماوث. وبعد 4 ايام من غير ولا اوردر بيبدا يحيى وسليم يشدوا مع بعض، وكل واحد يحمل التاني نتيجه فشله، فبتخانقوا خناقه فيها شيء من الكوميديا. لكن اكتر حاجه ضحكتني هي ان بعد الصخب ده كله الراجل الياباني بيبقى قاعد مش مكترث وبيسمع عمرو دياب، وبعد ما بيدمدموا بعض صاحب سليم بيقول لهم ان في ناس دخلت اللعبه وحطوا عنوانهم، واخيرا دفعوا وابتدى الشغل يدور. ويحيى بيصاحب صاحبه الشركه بالطريقه وبيخرجوا سوا، لكن في اخر الخروجه بتقول ان هي تعدي على الشركه، وبتبقى كارثه لان التيم كله شغال دلوقتي في المقر، فكله بيحاول يستخبى ويلم حاجته. تبدا سلسله من المواقف الكوميديه مبنيه على الاحراج، فمثلا المج بيتكسر فبياخدوا اوضه صاحبه عشان يمشوا الموضوع، وتبقى ايه يعني لو وقعت وعملت كده، ولما داليا بتقول ان هي تاخدها بيبقى هيروح فيها. وخميس بيبقى نايم في اوضه الاجتماعات وهي بتبقى ناسي ازازتها، فيحيى بيخش يشوفها لها، ولما بتقول له انها حاسه ان هو غريب خميس بينوب عنه وبيسحب واحده ملوكي، فيحيى بيلاقيها بان في حاجات بتطلع كده فجاه. واخيرا بتمشي من غير اي خسائر، وبيدور الشغل من تاني وبيكبر اكتر، وبيبداوا يمسكوا فلوس والعز بيبان عليهم. واخيرا سليم بيجيب العربيه اللي كان بيحلم بيها وبيخطب حبيبته، لكن طبعا ما ينفعش الدنيا تمشي كده، لازم نحط تعقيدات عشان الفيلم ما يبقاش ممل. والحقيقه التعقيدات اللي اتضافت حلوه ومنطقيه جدا، واللي هو ان منافسين البحيري عرفوا الاصطفايه اللي دايره واللي كانت موقفه شغلهم فبيدوروا عليهم، ومباحث الانترنت عرفت الحوار وبلغت المكافحه. وكمان داليا رجعت الكاميرات لما لقت استهلاك الكهرباء اعلى بكتير من الطبيعي، ولقت ان الساعه ما بتتحركش فبتستنتج انها صوره ثابته. وعلى التوازي شحاته بيروح عشان يخطفهم ويعرف الحوار، فما بيعرفوش يعملوا حاجه غير ان هم يلبسوه في الكوبس اللي بيكهرب، فبيترزع في الحيطه وبيغمى عليه، وبيبقوا عايزين يرموه في اي خرابه، لكن سليم اهل خطيبته بيبقوا مستنينه في الشقه، فبيحطوه في شنطه العربيه وبيروحوا لهم سوا. وهو نازل حماد بيقول ان هو ياخدهم معاه عشان عربيته بتتصين، ولما الست اللي هو بيتكلم معاهم بيسمع صوت خبط في الشنطه، فبيحاولوا يليسوها بان دي مشكله في العربيه، ولكن الموضوع عمال يزيد. فيحيى بيعلي الكاسيت وهو بيتكلم عشان يغلوش على الصوت، والدنيا بتمشي لما بيقول لهم ننبسط وبتاع، وامها بتزغرط وبتعدي عادي. وبيروح للصحراء عشان يسربوا شحاته، فبيرمي لهم ان هو عارف السيكو سيكو وبيطلع يجري، فبيروح على الشقه بسرعه لانهم مخزنين الفلوس فيها، فبيلموها قبل ما يغب عليهم تاني، لكن للاسف بيلحقوهم. فيحيى بيرمي الشنطه على المحور وينط وراها، وسليم بياخدها ويجري على العربيه يحاول يهرب بيها.
وبيحصل مشهد ساذج الحقيقه بس بيضحك جدا، وهو نشحاته اتشعبط في باب العربيه وعمال يقول لسليم اقف الهبه هتضيع، فسليم بيقرر يلبسه في عربيه الخضار، بعد ما بيلبسه بيلبس هو كمان في عربيه راكنه والعصابه بتقفشه، وبيمسكوا يحيى كمان لما بيتعب من الجري ويرمي الشنطه من فوق الكوبري، فبيودوهم على هانجر عشان حاتم حرفوش يشوف هيعمل معاهم ايه، فبيروح لهم ويتفق معاهم ان هم يشتغلوا لحسابه وهيطلع لهم بالميت 100 مليون جنيه، واي طلب هيطلبوه عشان الشغل يمشي هيتنفذ، فسليم بيقبل ويفرح عكس يحيى، ولما بيرجعوا الشركه بيلاقوا حد عامل اوردر من جواها، والمفاجاه انها بتطلع داليا صاحبه الشركه، وقبلها بتكون رمت كل البضاعه في الميه، وبتقف تسمع يحيى كلام كتير عن انه زباله وجعان، زي ما تكون بتنتقم منه عشان ضحك عليها، لكن في النهايه ما تقدرش تعمل اكتر من كده لانها تعتبر شريكه في كل ده. لما بيطلع لسليم بيقول ان هو مش عايز يكمل، لكن سليم المره دي اللي بيرفض، فبيشدوا مع بعض جامد لان كل واحد فيهم عايز يمشي في طريق، سليم عايز يكمل عشان فرحه بعد شهر، ويحيى عايز ينضف عشان ادرك قد ايه هو وحش. بالنسبه لي التحول ده حلو جدا بس مش مبرر وحصل بسرعه، ممكن نلاقي مبرر ان هو مثلا شقي بس اتهت لما تعرض للموت فقرر ان هو يبعد، او مثلا الكلمتين اللي خدهم نزلوه على ارض الواقع، بس برضه مش شايف ان ده كافي بصراحه، لان ده حصل في الاول خالص لما كانوا عند ابو غالي وما جابش ورا ساعتها، فتحول سليم مبرر لانه دلوقتي في مرحله الاحتياج، لكن تحول يحيى لا، بس هو دراميا حلو جدا لانك شفت ان الادوار اتبدلت وكل واحد بقى مكان التاني، فالاتنين شافوا زوايا مختلفه من وجهات نظر بعض، وبصراحه بشوف فيها حكمه، واللي هي ان المبادئ لما بتختبر مش شرط خالص اننا نفضل متمسكين بيها. المهم بنرجع نفتكر خط الشرطه وبنلاقيهم مراقبين حاتم حرفوش ومركبين له كاميرات، فبطلت وجود يحيى وسليم معاه، وطبعا حما سليم بيعرفهم على طول، فلما بيروح البيت بيلاقي سليم قاعد في بيته مع بنته، فبيستفرد بيه وبيقول ان هو عارف كل حاجه، وبيقول ان هو يسيب غدا لما ينزل معاها بدل ما يقول لها هو. بصراحه بشوف ان ده واقعي جدا، لانه لو كان قال لبنته كان ممكن ما تصدقش، وحتى لو صدقت ممكن تكرهه هو. المهم بينزلوا فعلا عشان يشوفوا الاجهزه، وبيحصل بينهم مشهد درامي تراجيدي عظيم بصراحه، وديانا هشام بتعمل افضل مشهد ليها طول الفيلم لما بيقول لها ان هو مش عايزها، كمان رياكشنات طه حلوه جدا، وكادر عمر المهندس وهو جايب التلج بينهار وراه عجبني بصراحه. المهم بيروح لحماه وبيتفق معاه ان هو يطلعه شاهد مقابل ان هو يسلمه حرفوش ورجالته، وده بيحصل فعلا، واول ما بيوصلوا الهانجر بيديله اشاره من الساعه، فبيخلي القوات تتقدم، بس طبقا للاتفاق كان لازم حد فيهم يشيل القضيه. بعد ما سليم اتفق مع اللواء ما قدرش يسيب يحيى لوحده لان شحاته كان هيخلص عليه، فرجع عمل الدريفت اللي عمله له وخبطهم وانقذه، وبكده يبقوا هيشيلوا القضيه سوا. وبيعجبني تفصيله بسيطه جدا في المشهد ده، وهو لحن اغنيه شفنا مع بعض المود بتاعت التراس اهلاوي، ونهايه الفيلم كانت ان هم دخلوا 3 سنين سجن عشان اللي هو عمل معاهم واجب وخلاهم شهود. لما بيخرجوا يحيى بيروح يقدم في وظيفه، فبيسمع موظفه بتقول ارفع الصندوق وبص تحته، فبتنور في دماغه فكره، واللي هي ان هم ممكن يكونوا فهموا جواب عمهم غلط، فبيروح الجراج مع سليم وبيحكي له كل حاجه، ولما بيوصلوا بيحركوا عربيه العفش فبيلاقوا باب لحفره في الارض، وعشان كده عمهم كان سايب لهم مفتاحين، فبيفتحوا الحفره هوب ما بيلاقوش حاجه، لا بهزر لقوا الفلوس فعلا، بس كان هيبقى فيه عالي قوي لو كان لقوا بضاعه برضه. وبس بيخلص الفيلم على كده. وخلينا سريعا نجاوب على سؤال ليه الناس حبت الفيلم. مبدئيا الفيلم مش عبقري ومش مبهر كتابيا او كوميديا حتى، بس احنا بقالنا كتير قوي ما عملناش فيلم كوميدي حلو، يعني في اخر 10 سنين مفيش غير بنك الحظ ووقفة رجاله، فعشان كده الناس احتفت بيه جدا. ده مش معناه ان الفيلم وحش، لا الفيلم حلو جدا مقارنه بالوضع الحالي، لكن لو قارنته مثلا بافلام بدايه الالفينات لا يا معلم ده في فرق شاسع. بس خلينا نتجاهل شق المقارنه عشان ما يكونش فيه جحاف للفيلم، ونتكلم بشكل عام. الفيلم ليه مميزات كتير الحقيقه، اولهم الريتم السريع، ثانيا فكره ان هو عارف هو بادئ ازاي وعايز يوصل لفين، والاتنين بصراحه شطاره مخرج، والبلوت تويست حلو عجبني بصراحه، عارف ان هو ما عجبش ناس كتير بس هو ماشي معايا عادي يعني. ومن ضمن المميزات برضو البناء الدرامي المتماسك الى حد كبير، فهو مش فيلم كوميدي هزلي او سلق بيض، لا هو ليه ستراكشر فعلا كويس، وكمان انواع كوميديا متنوعه، ونقد واضح جدا للاحوال الاجتماعيه اللي ناتجه عن الاحوال السياسيه. اما الكوميديا والكتابه بشكل عام فهي السهل وممتنع، الموضوع سهل جدا، شخصيتين كل واحد ليه صفات عكس التاني، فبيقعوا في مشكله مش شبههم تماما، فبيضطروا يعملوا كل حاجه عشان يوصلوا لحلها. بمجرد انك كتبت التاج لاين ده هتبدا تنهال عليك الافكار من كل حته. ويحسب لمحمد الدباح وعمر المهندس فكره الترتيب الزمني المتسق مع الاحداث، لانه بكل ساعه خلق سكتشات اغلبها حلو جدا بدون ما يخرج عن السياق الدرامي للفيلم. اما نوع الكوميديا نفسه فهو كواليتي عالي، اغلبها كوميديا موقف يا اما مبنيه على تضاد بين يحيى وسليم، يا اما على الورطه اللي بيقعوا فيها كل مره. طبعا لازم يكون في قدر من الهزليه، وهي هنا ناتجه عن الكاركترات الكاريكاتيريه زي مؤمن هولندا الراجل الياباني وتاكس، وكمان عن المواقف العبثيه زي الدماغ اللي عملوها عند ابو غالي، او شحاته لما كان متعلق في العربيه، او حتى في رد فعل مش منطقي زي الراجل الياباني وقت الخناقه. اما دراميا ففي تعقيدات مش دايما فيها ملائمات، يمكن بس حوار ان سليم حماه لواء وان داليا كانت بالذكاء الخارق ده، لكن غير كده ما عنديش مشكله مع العواقب او التعقيدات اللي واجهوها. اما عن الكاستنج فهو حلو جدا،
من اول الابطال عصام وطه والكيمياء هات وخد اللي ما بينهم، وان محدش فيهم بيطمع في افيه، لا كل واحد بيفرش للتاني الافيه المناسب لشخصيته اكتر، والاتنين جامدين جدا في الرياكشن والجمله التانيه بصراحه. عجبني برضو دور علي صبحي، احمد عبد الحميد ومؤمن الحناوي. اما وليد المغازي واحمد عصام فمساحه دورهم كانت حكماهم حبتين، كنت اتمنى يكون ليهم مساحه اكبر. محمود عزب انا بحب ظهوره على الشاشه جدا، بس دوره كان قصير وما عملش حاجه استثنائيه بصراحه. الموسيقى التصويريه كمان حلوه جدا بس غير قابله للتذكر تماما، فهي بتساعد في الكوميديا وان هي تدخلك في المود، بس لو سمعتها مش هتفتكر هي بتاعت فيلم ايه حتى يعني. وبس كده لحد هنا تبقى الحلقه خلصت. فلو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقولي رايك في الكومنتات. سلام.